السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الأفاضل، الأخوات الفضليات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويسر إن شاء الله. سنتناول تاريخ المغرب على مستوى الخطوات الجبارة التي خطاها على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال سنة 1961 من القرن الماضي وإلى حدود 1988. نقوم بهذا الاستقراء التاريخي كوثيقة تاريخية من العصر الحديث بقيادة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه ونور ضريحه. نعم، في عهده رحمة الله عليه أسس للدولة الحديثة، فهناك منجزات كبرى تشخص هذا المسار الذي تم قطعه بحزم وحماس، تعبر عن إرادة صارمة للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني من أجل تحديث بلاده والبحث عن الوسائل الجديدة الكفيلة بتشجيع تطور الإنسان المغربي والدفع به في الانخراط لمواجهة تحديات القرن 21. نعم، هذا القرن الذي نعاصره الآن، فنحن مخضرمون، عشنا ما بين قرنين، القرن الماضي القرن 20 ونحن الآن في القرن 21. طبعا مخضرمون المغاربة الذين عاصروا زمنين وملكين، فهم مخضرمون طبعا. فجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني قام بتأسيس الدولة الحديثة، وانعكست تلك المنجزات التي أقامها هي منجزات هامة في المجال الاقتصادي تلقائيا، كان انعكاسها إيجابيا على المستوى الاجتماعي، وذلك بفضل سن سياسة اجتماعية. نعم، كان رحمة الله عليه ذو رؤية بليغة وذو رؤية يستشرف فيها المستقبل ويدرك كنها المقاربات التي كان يضعها خدمة لبلده رحمة الله عليه. وكان سياسته سياسة اجتماعية تركز على إحدى الفضائل الأساسية التي كانت تقوم عليها الحضارة المغربية، ألا وهي التضامن. والتضامن هو عنوان المغاربة. نعم، ويتجلى ذلك من خلال ما حدث في زلزال الحوز. كل المغاربة تضامنوا من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. كل المغاربة بما فيهم ناس فقراء من ذوي الدخل المحدود قاموا بمبادرات إحسانية طيبة تضامنا مع إخوانهم بالحوز. نعم، بزلزال الحوز. نعم، المغاربة قائمون على هذه القيم التاريخية أبا عن جد، وهذا قد أمدنا به الله سبحانه وتعالى وحبانا به. الإسلام هو تاريخ المغرب، وهو الذي أخذنا منه هذه القيم. الإسلام هو من أمدنا بهذه القيم، جعلنا مجتمعا يتميز بالاتحاد. نعم، جعلنا نتميز بالاتحاد وبالقيم النبيلة وكل القيم التي تتنافى دائما مع التراتب واللامساواة ومع تكوين ممتلكات شخصية ومع التعسف وهكذا. فقد كان التماسك الاجتماعي المميز للمغرب منذ قدم التاريخ. هذه هي المملكة المغربية الشريفة. والآن في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، ومع ذلك نحن نتأسف على ما يحدث الآن. نعم، هناك الأسرة النووية، لقد وصلنا إلى زمن الأسرة النووية. كل واحد سد على رأسه وشد التليفون وفي غيبوبة عن واقع الحال إلا من رحم ربي.
لماذا أسردت هذه التجربة الحسنية؟ أسردتها لوضع المقارنة. هذه المقاربة نضعها الآن داخل السياق التاريخي، نجد أن القيم المغربية هي قيم مثلى، ولا يمكن لأحد أن يزايد على هذه القيم الآن. أقول هذا الكلام بناء على ما يفتعل وما يعتمل الآن في الحياة المغربية من فك الارتباط الاجتماعي لشعبنا العظيم. نعم، المغاربة بطبعهم أناس اجتماعيون، ومتطلباتهم يريدون عيشا كريما لا أقل ولا أكثر. طبعا هذه الحكومة المشؤومة التي أغرقت البلاد والعباد في المديونية وسرقت جيوب المواطنين يعني بالزيادات المتتالية، والآن فضائحهم تشتم عن بعيد. نعم، كلهم يمارسون الآن المزايدات ويتلاعبون بالأرقام ويستملون المواطنين للتصويت عليهم بحملات سابقة لأوانها بشراء الدمام. هكذا يتعاملون الآن. يعني ما كاينش حس وطني، وما كاينش مسؤولية، وما كاينش روح وطنية، وما عندهمش يعني هذا البعد، هذا الحس الوطني وهذا الحس الإنساني اللي يخليهم يرحموا الله ويرحموا فينا الله في هذا الوطن وفي هذه الأمور اللي وصلنا لها. على العموم لا فرق ما بين الأمس واليوم، يعني ما كاينش الفرق بيناتهم، إلا أنه الفرق يتجلى في هذه الحكومة التي أدخلتنا في سباقات أنهكتنا وأغرقتنا في المديونية، وتريد باغا تحسن لنا بلا ما. يعني دخلنا في واحد لونغروناج ديال المتاهات، فنسأل الله أن يعجل برحيلهم قريبا إن شاء الله. كل المؤشرات تقول على أنهم انفضحوا وانكشفوا أمام الرأي العام بسرقة المال العام وبالتحايل وبالتظلمات وبالإجهاز على الحقوق وبالإجهاز على المواطنين، كيتغطاو بالمونديال وكيريبوا العباد الله في ديورهم ويتعسفوا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم توكلي يا وكيلي عليهم فحسبهم إذا كان القوي فيهم موكلا. والصلاة والسلام الأتمان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.